حوار خطير جدا. اخونا المسؤول عن حزب النور خلاص طلع المتحدث الرسمي بتاعهم نادر بكار ده، مش عارف جايبينه منين بصراحه. نادر بكار ده والله لا ادري، كارثه على الاسلام خلاص. وبعدين قعد مع مذيعه متبرجه، ودي مش اول مره يعني، قعد مع قبل كده مع علاء سرحان، وقعد مع فلانه، بيقعد مع المتبرجات مفيش مشكله عنده. وسلفي يقول لك انا سلفي، اي سلفيه هذه لا ادري. قاعد مع واحده كان لا مش غير اللي عاملاه في خلقتها واللي عاملاه، ويحملق فيها ويتكلم ويطعن، مفيش مشاكل عنده وسلفي. فبالامس انكر عليه هذا اخونا الدكتور محمود شعبان، فبيتكلم في حلقه الامس بيقول ما ينفع ان يطلع يقعد مع واحده متبرجه كده. فدخل صح اخونا المسؤول عن الحزب النور دكتور يونس مخون يقول له طب انتوا يعني ليه بتنكر عليه ان هو قاعد مع واحده متبرجه؟ ما فلان من المشايخ قاعد مع واحده متبرجه. شوف الكلام ده، انا بعتبر هذا الكلام من العبط بمكان. ليه؟ لان هو فعل الشيخ هو اللي بيحلل لي ويحرمني. يعني لو ثبت ان احد المشايخ فعل حراما يبقى ده بالنسبه لي حلال عشان فعله مين صح. وكان لسه اخونا الدكتور محمود بيتكلم معايا، قلت له ما احنا في الغرب. قال لي يعني ماسكين انا وانت، بقينا انا وانت اللي وحشين ومتنيلين والدنيا ده صح. ده حقيقي، ده حقيقي. لكن هم عايزين الحلوين الامورين زي الننوس عينه ده نادر بكار، والتاني بتاع اسكندريه ده اسمه شيخ واسمه ايه ياسر برهامي ده ولا ايه، يقول لك النبي تنازل. النبي تنازل؟ والله كبرت كلمة تخرج من أفواههم. فدول المعتدلين، دول الحلوين. تحس انت بقى ان انت ايه غريب غربة. وانت عارف انا مأساتي والله الآن كده مش مع أعدائي، انا بحلف بالله اهو، مأساتي مش مع أعدائي، انا أعدائي كلهم، لكن مأساتي مع هم اصحاب الدقون دول، المتحدث باسم السلفيه، المتحدث مش عارف ايه، والشيخ فلان والدكتور علان والشيخ ترتان، اللي يطلعوا يتكلموا كلهم كأن انت اللي راجل قليل ادب مجرم، فتحس ان انت غريب وسط الناس دي.